منور. لا حقيقي منور. هو البيت كان بيعمل ايه كل ده؟ ها؟ ساعة اقعد مستنيك لحد ما تيجي عشان اقول لك الكلمتين اللي عايز اقولهم لك كل مرة، وعمال بتلف وتدور عليهم وبتسمعهم من كل واحد شوية. ازاي اذاكر؟ ايه افضل طريقة للمذاكرة؟ هو انا مش عارف اذاكر ليه؟ الحقيقة انا مش عارف ارد اقول ايه. لا بجد والله حقيقي فعلا مش عارف ارد اقول ايه. يعني هل لو قلت لك هتعمل باللي هقوله فعلا، ولا هيبقى زي اي فيديو انت جاي منه دلوقتي؟ اقول يعني في الاول احنا عايزين نعرف نذاكر ليه. والله الحقيقة انا مش عارف انت بتذاكر ليه. ايوه فعلا، بس انت اكيد عارف انت بتذاكر ليه. يعني مثلا عشان تدخل كلية كويسة وتبقى شبح قدام العيلة، والمهندس راح الدكتور جه، فلازم يبقى عندك رؤية انك فعلا بتذاكر ليه. عشان تبسط اهلك، تبسط نفسك، تحسن مستوى معيشتك، ايا كان ايه هو الهدف. اول حاجة لازم تتأكد انك لازم تعملها 1000%. رتب المكان بتاعك كويس. رتب المكان بتاعك كويس يا بيه. روح هات البنطلون اللي انت رميه على السرير والتيشيرت اللي انت ما حطيتوش في الغسالة. خلي اوضتك مترتبة، او اي مكان انت فيه خليه مترتب. مش لازم تخلي والدتك او اختك يعملوا كل حاجة. فقوم نظف الاوضه اللي حواليك دي وخلي فيه حبة من البلود اللي بيجري في عروقك. تاني حاجة اعمل خطة. يا ابني لا مش 4-4-2 يا حبيبي، ولا 4-3-3. تعمل خطة للي هتذاكره. اهدى شوية بس على رزق. طيب ما انا عملت 7000 خطة قبل كده وما التزمتش بيهم. ايه ده راجل؟ طب اقول لك ايه، ايوه لقيتها. عشان نجدد بقى وكده، جرب ذاكر النهارده بامبارح. يعني تخطط لبكره من النهارده. يعني مثلا انا هذاكر 5 ساعات بكره. حلو. في ال5 ساعات دول المفروض اخلص ايه بحد اقصى وايه بحد ادنى. والله التزمت بيهم، تخرج مع الشباب ساعتين، تلعب كرة ساعة، ماتشين بلاي ستيشن. هتقول لي طب اجيب فلوس منين؟ هقول لك فلوس الدروس، مفيش اكتر منها يعني، مفهومه. طبعا انا بهزر ها. اما لو ما التزمتش بيهم تفضل قاعد زيك زي المروحه في البيت من غير تليفون ولا فيسبوك. افضل قاعد قدام روتانا سينما تشوف الفيلم الحصري الجديد الانس والجن بتاع عادل امام. طبعا مش عايز اقول زي الجزمه عشان ده مش جزمه يعني. اعتقد والله اعلم ان انا كده قلت صح. تالت حاجه شوف انت بتستوعب امتى. ما تقول يا عم الحاجه التالتة، ما انا كاتبها على الحيطه يا ابني. بسم الله ما شاء الله، هو في حيطه كمان؟ لا بجد. شوف انت ايه اكتر وقت بتحب تذاكر فيه. يا ابني انا ما بحبش اذاكر اصلا، انا قلت كده برضه. امشي من هنا يلا. انا مثلا بحب اذاكر من بعد الفجر على الساعه 3 كده لحد الساعه 9 الصبح، وبنام وبصحى الظهر او الساعه 2 واكمل صحيان بقى لحد اخر اليوم الساعه 10 11، وبنام عشان اصحى برضه في نفس الميعاد الساعه 3 تاني يوم. طبعا مش محتاج اقول لك ان الموضوع متعب على ما تتعود عليه. هم 3 ايام بس هتفرق معاك جدا. رابع حاجه اقفل الفيسبوك. طبعا انت جاي لي من على الفيسبوك دلوقتي صح؟ او كنت بتقلب في فيديوهات المذاكره على اليوتيوب ولقيتني بالصدفه، فقوم اقفل الفيسبوك. او رفقا بيك ممكن تفتحه ساعه في اليوم. تختار اني، يا تقفله كله يا تفتحه ساعه في اليوم. يعني على بختي وبختك يابا. ايه ده؟ عشمني بيه وغدر بيا. هو مين ده؟ حببني فيه وسابني يابا. وطي صوتك بس، وطي صوتك. لازم نرجع لبعض يا طبش. والله حاسس انك هتقدر تقفله كان بها. مش هتقدر ممكن تفتحه ساعه في اليوم متقطعه. يعني 5 دقايق تشوف الكراش عملت لك لايك ولا لا، تخش تشوف البنت سماح نزلت ايه، تشتم صاحبك وتقول له هننزل امتى. المهم ما تقعدش على الفيسبوك العدد الرهيب اللي انت بتقعده من الساعات ده. طبعا ولا كاني قلت حاجه. روح شوف مين اللي عمل لك لايك يا اسطى روح. خامس حاجه اشرب نعناع. النعناع جميل ومفيد ومقوي للذاكره. طبعا هيطلع واحد يقول لي ما بحبش النعناع يا استاذ. هقول له اشرب قرفه، اشرب قرفه بالجنزبيل. فبعد الاقتراحات دي فجاه هتلاقيه بيحب النعناع عادي. قرفه ايه ونيله ايه اللي هشربها؟ ناقص. سادس حاجه حفز نفسك. يعني الدرس اللي تخلصه قطعه، قصدي اعمل جنبه علامه صح. احنا مش ضامنين انت خلصت الدرس حلو ولا لا، طبعا مش عايزين نقول عشان الملاحق وكده يعني. فممكن خير لما جعله خير نرجع له تاني يعني، بس بعد كده في حين اخر يعني. سابع حاجه اعمل لنفسك ملخصات. اثبتت الدراسات اللي انا عملتها على كثير من اعضاء اسرتي ان الملخصات اللي بتعملها بايدك ولنفسك بيكون عاملها المؤثر في الذاكره اقوى بكتير من اللي بتاخدها من البت سماح. فاعمل ملخصات لنفسك وبلاش كسل. ها اوكي طب بتعمل الملخص ازاي؟ بص يا سيدي، اول شيء انت بتذاكر الدرس حلو. ذاكرته؟ ايه ده انت لحقت؟ درس ايه اللي يخلص في دقيقه؟ روح يلا ذاكر الدرس يا خلصته بجد. طب احلف. خلاص صادق يا عم. اكيد هتحس ان في كلام متكرر، في كلام ملوش لازمه، في اوفر بيحصل زياده. فتبدا بقى تفرغ التعريفات على شويه رسومات، على تكات وحركات، ويا جمال ويا جمال ويا حركات ويا تكات. تامن حاجه اشرح لغيرك. بقول لك اشرح مش تتفزلك. ها يعني ما تروحش على تنين المدرسه بتاعتك اللي كل سنه بيجيب 120% وتقول له تعالى اشرح لك. بلاش غباوه. نقي واحد من صحابك اللي في مستواك مش انيل منك. ها واللي عايز يذاكر يا معلم. ها اللي عايز يذاكر، مش اللي تكلمه يلا نروح نذاكر وتقعدوا في النت اللي على اول الشارع عندك. ها
في مستقبل بيضيع وهيضيع، وابوك هيدخل السايبر وهيجيبك مين قفاك. انا اللي هقول له على فكره. المهم انك تبدا تشرح له الحاجات اللي انت ذاكرتها، او كانك فعلا بتفهمه حاجه وهو يشرح لك برضه. المهم ان الطريقه دي من اكتر الطرق اللي بتثبت المعلومات جدا في دماغك. بس كده، انا كده خلصت. ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب